السلام عليكم. عندكم برتقان؟ هنعمل بيه النهارده حاجة حلوة جدا، ومش هتصدقوا ان هو معمول من البرتقان واتنين بيضة بس. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ. بسم الله. انا نسمة. يا ريت لو انت اول مرة تشوف قناتي يا ريت ما تنسوش لايك وشير للقناة. اول حاجة هنا بغسل البرتقانة كويس جدا من بره، وبعد كده باجيب البرتقانة وابشرها في المبشرة من الناحية اللي هي الناعمة بتاعة البشر الناعم ديت. التلات برتقانات عملوا معايا معلقة كبيرة كده مليانة من قشر البرتقان. اهم حاجة اني ما اجرحش الابيض اللي هو بيبقى موجود في القشرة بتاعة البرتقان دي، عشان الابيض دوت بيبقى هو اللي بيمرر الوصفة معاكي. انا باخد بس اللي هو يعتبر اللون بس اللي بيبقى في القشرة بتاعة البرتقان، وبعد كده بقى بجيب البرتقان معايا وبعصره. طبعا تقدري تعصريه باي نوع بقى، معصرة في الخلاط في اي حاجة، المهم ان هو ما يكونش متزود مية. عايزاه يكون اللي هو الخام دوت ما يكونش متزود مية، وهعصرهم بقى كويس جدا. الثلاث برتقانات عملوا معايا كوباية من اللي هي المج دوت اللي هي بما يعادل 200 مللي. وطبعا انا ما كنتش بصفي التفل اللي هو بيبقى موجود دوت ولا اي حاجه، انا سبتها زي ما هي كده. وبعد كده بقى بجيب قشر البرتقال بتاعي دوت وبحط عليه 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، والحجم البيضه بتاعي كان متوسط. وبعد كده بقى هضربهم مع بعض كويس جدا. انا هنا بقى ما حطيتش فانيليا ولا اي حاجه، انا بس استخدمت قشر البرتقال والبرتقال. وبعد كده بقى بجيب كوبايه وربع من السكر بتاعي، السكر الناعم. تقدري تستغني عن ربع الكوبايه بالسكر دوت لو انت مش بتحبي الحاجه تكون مسكره. وبعد كده بضربهم مع بعض كويس جدا. اول لما يبتدي السكر بتاعي يدوب بحط عليه كوبايه عصير البرتقال وبضربهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده بجيب نص كوبايه من الزيت النباتي وبضربهم برضو مع بعض كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى الدقيق بتاعي. هنا كان الدقيق بتاعي 475 جرام من الدقيق الابيض متعدد الاستخدام، دقيق ابيض عادي اللي هو نص كيلو دقيق وتشيلتي منهم معلقتين كبار اللي هما معلقتين الاكل. وبعد كده بقى بجيب معلقه كبيره مليانه من الكيك شيف دوت وبضربهم مع بعض كويس جدا لحد لما يبقوا بالقوام دوت. هنا القوام بتاعي السمك بتاعه تقيل كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، باجيب بقى أنا الصاج بتاعي هنا كان 30 في 20 وحطيت فيه ورق زبدة كده زي ما انتوا شايفين عشان خاطر اقدر اخرجه بسهولة وما يلزقش معايا في الصينية. لو مش موجود عندك تقدري تبطني الصينية بتاعتك بشوية حبة سمنة، وبعد كده تحطي عليهم دقيق وتبطنيها مع بعض. تبطنيها الصينية كويس وتحطي فيها. بس انا بحب بصراحة ورق الزبدة لانه بيسهل معايا الخروج بتاع الكيكة وبتكون احسن بكتير. بصوا السمك بتاعه تقيل ازاي، ما تستغربوش ان نص كيلو على بيضتين. هتشوفوا في اخر الفيديو الكيكة عاملة ازاي هشة جدا، وبصراحة كانت بجد وهمية. بجيب بقى الاسباتشولا بتاعتي كده وبساوي الكيك بتاعي كده علشان خاطر تكون مظبوطة، ما تطلعش معايا الكيكة عالية من مكان ومن مكان تاني هابطة منه. في الوقت دوت بقى بشغل الفرن بتاعي، يعني ما بكونش مشغلاه قبلها. انا الفرن بتاعي اللي هو بيكون الفرن العادي دوت اللي هو مش فيه درجات ولا حاجه. وبشغل الفرن وبحط الشبكه في النص وبشغل الفرن على الهادي، يعني متوسطه مايله على الهادي شويه. وبعد كده بقى بحط الكيكه بتاعتي في النص في الشبكه ومكونش مشغله الشوايه. بيقعد معايا بتاع ساعه الا ربع الكيكة على النار. بصوا طلعت هشة جدا وجميلة ومرتفعة وحلوة جدا. طبعا انا بشيل بقى بقص الجناب بتاعتي ديت الحواف لاني بصراحة بحبها جدا. الحواف بتاعت الكيكة. قولوا لي بقى لو في حد زي كده بيحب الحواف بتاعت الكيكة كده ولا انا لوحدي. بصراحة بحبها كده بقصها وبحب بقى اكلها كده ديت لوحدها. سبت الكيكة لما هديت وبردت شوية، يعني هي لسه دلوقتي دافية يعني ما بردتش بردان تمام، بس انا بصراحة كنت مستعجلة عليها. بصوا بقى جميلة ازاي، تصدقوا ان ديت معمولة من 2 بيضة بس ويعتبر نص كيلو دقيق. بصوا هشة ازاي وجميلة. اتمنى بجد تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. ويا ريت لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لاصحابكم. ودمتم في رعاية الله. كانت معاكم نسمة، وصلي على الرسول وقولوا لي يا ريت من انهي بلد بتتابعوني. بصوا هشة ازاي. السلام عليكم.